المهم ان عائشه هنا بتسال الكوافير وبتقول لها بعد اذنك يا اخت النمص بكام؟ النمص غير جائز، لكن دي هي اللي فيها خلاف، وخلافها نتاجه انه جائز. انا بنقل كلام علماء. صباح الخير. تيأس من الدنيا وتيأس من رحمه ربنا. طب هتروح فين يا حبيبي لما تنتحر يعني اسال نفسك. حبايب قلبي ايها الفام العظيم، وحشتوني. او في مقولة اخرى، والله اشتقنا. انا لسه صاحي من النوم، وفي تحديدا بنات كتير باعتين لي الفيديو اللي احنا هنعمل عنه رياكت. هو مش فيديو، هو فيلم قصير، واحنا عارفين ان الافلام القصيره بتتجاوز كتير قوي. افلام قصيره فكرتوني بالذي مضى. كان اسمها امه ايه الست اللي هي كانت بتطلع تجوز بنتها لابن اخوها، ولا مش عارف كانت ما علينا، مش موضوعنا. يا جماعه صحيح انا اسف ان انا هعمل الفيديو ده على طريقه ما وراء السكريبت، بس للاسف الفيديو بيحتاج ده. بيبدا الفيلم بسالي المنتقبه اللي بتروح تقابل صاحبتها عائشه المنتقبه، وقاعده في ايديها سبحه بتذكر الله. اول ما بتيجي تسلم عليها بترفض تسلم عليها وبتقول لها ايه؟ قالت لها معلش نسيت ان احنا في السوق. يعني ده سوق عمل المنتج والكاتب والمخرج. سوق ايه يا جماعه؟ مش عارفين تمدوا ايديكم تسلموا على بعض؟ ده منهي عنها فين دي؟ سالي بتقول لعائشه ايه البوست اللي انت كتبتيه على الفيس ده؟ جنن الاخوات. انا هعمله سايلنت. فقالت لها لا اعمليه فايبريشن. قالت لها ايه ده فايبريشن؟ محمود نهينا عن كده، وبصراحه معاه حق. ايه ده ماله الفايبريشن؟ انت بتهزي مع الموبايل لما يتهز؟ ده اللي كاتب الفيلم ما يعرفش حاجه عن الاسلام خالص. ونروح للمشهد اللي بعده، وسالي وعائشه رايحين ياكلوا ايس كريم. فجاه سالي تقول لها باستهجان انت مش لابسه اسود ليه؟ ايه الالوان دي؟ روح لغامق واسود. ايه في ايه ده؟ ايه درجات الالوان اللافته للنظر دي؟ يا جماعه قبل ما تتكلموا عن الاسلام اتعرفوا عليه. يعني قبل ما تيجوا تكتبوا عن الاسلام فيلم اعرفوا يا اخي انتوا بتتكلموا عن ايه. سالي بتعرض على عائشه انها تنزل شغل في مستوصف لانها دكتوره. فعائشه بتقول لها ان اخوها رافض نزولها للشغل. اوبا حلو قوي الكلام ده. هنا بقى بيقول لك ايه؟ ان البنات الملتزمات حتى لو كانت دكتوره ما بتنزلش تشتغل. لا ده غلط وكذب. والاخ اللي بيعمل كده هو صوره نمطيه متخلفه موجوده عندك انت بس، وانت ما عرفتش ان هو لو منعها عن حق من حقوقها. مش هقول لك بقى ليها ان هي تحبسه وليها ان هي تفضحه، مع ان ده طبعا ليها، مع ان انا اللي بقول لك اهو ما فيش دكتوره اخوها بيمنعها انها تنزل تشتغل. الفيلم ده انتاج 2019، بس هو بيعيش في فتره زمنيه غير موجوده، وبيتكلم عن فئه من الناس مش موجودين. بيقفوا عند بتاع الايس كريم، وسالي بتنادي لعائشه باسم حور، الحور العين يعني مش باسمها، اسم مستعار بقى عشان العبيط اللي كاتب الفيلم فاهم ان اسم المراه عوره. وفي حاجه كمان، بس صوت المراه عوره اللي هو مش صوت الكلام، لا النحنحه اللي هو الخضوع بالقول. فيطمع الذي في قلبه مرض. لا السهوكه كده، الصوت مش محتاج اشرح عشان مش عارف اشرح، والنحنحه وخلاص عشان برضو الحته دي بتتفهم غلط. يقول لك صوت المراه عوره عايزين تسكتونا. الراجل بيسالهم علبه ولا بسكوت؟ عائشه بتقول لها بسكوت، وسالي تتضايق وتبص لها كده من فوق لتحت وتقول له علبه لو سمحت، وبتدعي لها ان ربنا يبعدها عن اي فعل يكون مدخل للشيطان. يا رب ابعدنا عن اي فعل يكون مدخل للشيطان لينا. بس ايه علاقه ان هي تاكل الايس كريم في علبه ولا في بسكوت؟ بس طبعا بنفهم في المشهد اللي بعده لان بتقول لها انت ايه ده عايزه تطلعي لسانك قدام الناس؟ طب ما من تحت النقاب. لا وشوف الاختيار يا اخي، رايحين المول جعانين ياكلوا ايس كريم. والله انا هسيب المنتقبات هم اللي يردوا عليه في قصه الايس كريم دي. بس صدقني يا ابني، لا اللي عملت منتقبه كانت تعرف منتقبه اصلا قبل كده، ولا اللي كتب ده يعرف عن الكتابه شيء، ولا اللي اخرج يفهم شيء، ولا كلكم خدتوا الاسلام من اهل الاسلام ولا تعرفوا عنه حاجه. عائشه بتسال سالي هم الاخوات كان ايه تعليقهم على البوست اللي هي كتبته؟ فبتقول لها بعض الاخوات قالوا والعياذ بالله الانتحار. فبنفهم هنا ان هي كانت بتسال عن ايه الحاجه الحرام اللي لو كانت حلال كنت عملتيها. عائشه بتقول لها يمكن عشان مش مبسوطين. سالي بتقول لها لو فهموا المعنى الحقيقي للحياه هيتبسطوا كويس قوي، وعدم فهمهم ده اللي بيسموه نقص عقل ودين. مبدئيا بس ناقصات عقل ودين ملهاش علاقه باللي انت بتحكيه ده خالص. وناقصات عقل ودين بتترجم في المجتمع بطريقه غلط. ناقصات عقل ودين. ليه اتقالت ناقصات عقل؟ علشان شهاده امراه واحده لا تكفي، لازم شهاده امراتين، علشان لو واحده قلبها حن كده ولا رق التانيه تفوقها. فناقصات عقل اتقالت بس على منطق الشهاده، ما تكونش سبب في حبس حد، ما تكونش سبب في مش عارف ايه الحاجات دي. ناقصات دين علشان ما بتصومش رمضان بالكامل، وعشان في ايام ما بتعرفش تصلي فيها. شكرا. انما تقول لي ناقصات عقل ودين لا اصل هي متخلفه. لا مش متخلفه يا حبيبي، وانا مش بدافع عن المراه ولا بدافع عن الرجل ولا ليا اصلا في قصه الخناقه دي خناقه ساذجه بتاعت اطفال. على فكره مش معناها ان الرجاله متصفين بالكمال، عشان دماغك ما تسرحش. بس تاني بتقول لها انا احس الاخوات انهم ما يفكروش في الامور دي، بس كان في بالها انها تكتب الخمر. بعدين تراجعت عشان الشيطان ما يوسوسش للاخوات، وبتقول ان الخمر وحشها قوي، مقاومتها للخمر بتديها اجر وربنا هيعوضه عنه في الجنه. وعائشه بتسالها بتقول لها انت كنت بتشربي خمر قبل ما تلتزمي؟ سالي قالت لها يوه مش بس خمره وشيشه وسجاير بس، يلا ربنا تاب علينا. طب انا مش فاهم بقى المشهد ده، هل هي معايره بالتوبه؟ يعني انت بتعاير اللي تاب عن ذنب بتفكره بماضيه؟ يعني اي حد تاب عن ذنب انت حابب تفكره باللي كان؟ ولا انت بتقول لهم ان الاخوات والمنتقبات ما يغركوش الشكل ده كانوا حشاشين وخمرجيه؟ والله هو المشهد يحمل معنيين الاتنين اوسخ من بعض.
عائشه بترد عليها وبتقول لها كويس انك ما كتبتيش كده. سالي بتقول لها هو ايه بقى الغلط اللي انت اشتقتي له وخلاكي تطرحي السؤال ده يا عائشه؟ قالت لها لا ابدا. قالت لها ان انت ما غلطتيش خالص؟ قالت لها لا ما غلطتش خالص. سالي بتبص لها باستغراب كده وبتقول لها ما فيش ولا غلطه؟ قالت لها لا لان انا اتولدت في عيله ملتزمه وكلها ملتزمين، لكن انت بقى يا سالي التزمتي متاخر. طب يا جماعه برضو مش شرط اللي نشأ في عيله ملتزمه ان هو يكون حد ما غلطش ولا غلطه، لان ما فيش حد ما بيغلطش ولا غلطه، كلنا بنغلط، بس اهم حاجه انك تتوب. وانا اتكلمت في التوبه 40 مره تقريبا، في كل فيديو بذكر التوبه، عمال افكرك ان الباب ما بيتقفلش. المهم هنا بيقولوا ان الاخوات كلهم اختاروا الانتحار على اساس ان الانتحار ده نزوه شيطانيه. بص هو في المشهد بيحاول يوصل لك ان الانتحار مش نزوه شيطانيه، ان الانتحار شيء عادي، بس اقوى مراحل الوسوسه هي الانتحار. اقوى مرحله الشيطان بيقرر يسحبك فيها هي الانتحار. اقوى مرحله الشيطان بييأسك فيها من رحمه ربنا هي الانتحار. لا سيبك من الدنيا، سيبك من تيئيس الدنيا، اقوى مرحله الشيطان بيوصلك فيها انك تيأس من رحمه ربنا هي الانتحار. يعني تخيل تيأس من الدنيا وتيأس من رحمه ربنا، طب هتروح فين يا حبيبي لما تنتحر كده؟ يعني اسأل نفسك. لا طبعا هو ده اقوى النزوات الشيطانيه هي الانتحار، هيخليك تسيب الدنيا وتسيب الاخره، الاثنين مع بعض، ابلع. وبرضه احنا اتكلمنا في فيديو عن الانتحار قبل كده، يعني ارجعوا الفيديوهات القديمه يا جماعه والله. ترجع سالي تقول كان نفسك في ايه؟ فعائشه بتقول لها كان نفسي اهذب حواجبي. فترد عليها سالي بحديث النبي عليه افضل الصلاه والسلام: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فعائشه تسمع الحديث وتعيط. طيب واحده واحده، مبدئيا اللي هقوله ده مش كلام انا، ده كلام علماء وتقدروا ترجعوا لهم. احنا هنتكلم في النمص اللي هو شعر الحاجب، شايف الجزء ده اختلف عليه العلماء اللي هم اصلا عاملين الفيلم عليه. مجموعه من العلماء قالوا انه لا يدخل في نطاق الحاجب اصلا، يعني ده الحاجب اهو وده لا يدخل في نطاق الحاجب، زيه زي شعر الوش، زي الشعر اللي بيطلع في الدقن، زي الشعر اللي بيطلع هنا، زيه زي شعر الوش، ولذلك اجازوا ان هم يشيلوه. طب والجزء الثاني من العلماء قال لك لا، هو من ضمن شعر الحاجب، ولكن اذا كان مشوه، اذا كان مخلي الشكل وحش وبينفر الناس من حواليك فيجوز ازالته. والخناقه دي كلها علشان هي كل ما يتقدم لها عريس يشوف وشها فيعتذر. خلينا نقول بقى ان السبب اللي هما بيتكلموا عنه اصلا في الفيلم ده كفيل جدا 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 انه يجيز لك انك تشيليها. يا اوفر انت واللي كتب الفيلم. المهم هنا بتدخل واحده عليهم الحمام، فعائشه بتنزل النقاب. سالي بتقول لها احنا في حمام سيدات يا عائشه. فبتقول لها ما بحبش حد يشوفني، وان هي كمان ما بتحبش تشوف نفسها وهي بالشكل ده. قالت لها استعيذي بالله، ولا اقول لك بلاش تستعيذي بالله هنا. ايه العبط ده؟ ما انت ذكرت اسم الله خلاص، بعدين انت قدام الحوض مش جوه الحمام نفسه، في ايه مالك يا جدعان؟ والله العظيم ما يعرفوا حاجه عن الدين خالص، لا يفقهون اي شيء. يعني تخيل يا اخي، ولا تفسير صح ولا علم صح ولا اي سنه صح ولا اي حاجه خالص ميح. كل اللي يعرفوه عن الدين ان واحده منتقبه بتخبي كل حاجه، وان الدين بيقهر المراه ويخليها قاعده في البيت حتى لو هي دكتوره، وان الدين حتى لو شيء بيشوه وشها ما ينفعش هي تصلحه. يا ابني مين فاهمك ده؟ يعني انا مش عايز اغلط في حد، بس انا حمار اللي فاهمك ده. والله حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي فاهمك ده. بتقول لها الموضوع بسيط وما تكبرهوش يا عائشه. فبتقول لها مش بسيط. فعائشه بتقول لسالي انت بتعملي حواجبك. فقالت لها انا مش بخالف شرع ربنا، لان النمص جائز عند الحنابلة بموافقه الزوج. انتوا عمالين تلاقيسوا ليه يا جماعه؟ يعني انت في نفس الفيلم اللي بتقول فيه ان النمص لا يجوز مخلي منتقبه تعمل نمص وتقول ان هو يجوز. مشوه للخلقه يجوز، في حاله وجود زوج يجوز. يا رب نهبط. فبتقول لها بس انت لازم ما تعمليش نمص، لان الراجل اللي انت خدعتيه ده ممكن ما يوافقش على النمص بعد الجواز. فبتقول لها احنا بنعد كل حاجه وبنمسك سبحه الكترونيه عشان اعد كام حسنه واضربها في 10 امثالها، وحفظت كام جزء، وعيطت في الصلاه كام مره. احنا لازم نحسبها علشان مشوار الجنه صعب. مشوار الجنه اللي صعب ده لو انت عماله تعملي ذنوب كتير جدا، حسبنا لك 20,000 ذنب، مليون ذنب، 2 مليون ذنب، رحتي كده بصنعه لطافه وغفلت الشيطان وتوبتي، ذنوبك راحت فين؟ تفتكر انها تتمسح؟ لا، يبدل الله سيئاتهم حسنات. توبي، اعملي عمل صالح، اندمي على الذنب اللي انت عملتيه، ويا بختك انا عندك 2 مليون سيئه بقوا 2 مليون حسنه. طب انت عارفه ان في ذكر، وده في حديث شريف صحيح عن النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ذكر بسيط هيظهر على الشاشه دلوقتي، مجرد بس ما بتداومي انك تقوليه: حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. كل الخطايا نزلت يا جماعه. الدين مليان بان الله غفور رحيم، بيغفر الذنوب جميعا. بحطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، ان الله كان توابا كثير المغفره. يا عم انت توب بس. لكن جو الحسابات دي، انت مش اكرم من ربنا حبيبي. على شخص انت مش اكرم وارحم من ربنا، على شخص قتل 99 وهو رايح يتوب قتل 100 ولما تاب دخل الجنه. انت فاهم؟ انت مش اكرم من ربنا. انا بقولكش روح اقتل 99. الخلاصه بس يا جماعه ما تخليش حد يشككوا في قبول التوبه وفي التوبه وفي رحمه ربنا لا حبيبي. المشهد اللي بعده، عائشه بتروح الكوافير وبتلاقي سالي هناك. بتقول لها اوعي تكوني بتفكري. عائشه بترد عليها بتقول لها بقالي 29 سنه بيتقال لي اوعي تفكري. ده طبعا قصدها ان هي بقالها 29 سنه في عيله ملتزمه
يا عيني كبتها وبتقول لها اوعي تفكري. يا جماعه شوفوا عائلات المشايخ اللي انتوا بتتفرجوا عليهم، شوفوا عائلات العلماء، عادي هتلاقي اللي دكتوره واللي مهندسه وبتشتغل وفاتحه عياده، سبحان الله. انا عايز اعرف بس انت بتاخد دينك من مين؟ هو اللي الف الفيلم ده مش ابراهيم عيسى، بس غالبا يقرب لابراهيم عيسى حاجه، هو ما ينفعش يعدي كده. سالي بتقول لها يلا بينا، وعائشه بتقول لها ممكن اسالك سؤال؟ قالت لها اتفضلي. قالت لها هو ربنا خلق لنا الطحال ليه؟ فسالي بتقول لها انت عارفه ان هو غده لمفاويه بتجدد الدم؟ فقالت لها لو اي حاجه سالتك عنها هتلاقي لها فايده. ايه فايده الحواجب؟ فسالي بتقول لها عشان ربنا خلقنا في احسن صوره. فعائشه بتقول لها لا دي مش احسن صوره. طيب واحده واحده، ربنا قال في القران ان هو خلقنا في احسن صوره، هي بتقول هنا ان هو مش خلقنا في احسن صوره. انا مش عايز ادعي الدعوه دي، بس بتمنى من ربنا تعرفي ان انت كنت في احسن صوره ايا يكن الطريق. ومش هقول لكم افكركم كلامي عشان ما يبانش ان هو شماته او حاجه، بس الممثله موجوده وهنعرف اخبارها. المهم كذبت ايه في القران عشان عايزه تشيل جزء من الشعر اللي في وشها اللي هو اصلا جائز. حسبي الله ونعم الوكيل. او لو على الحواجب فشيلي حواجبك كده ووريني شكلك هيبقى عامل ازاي. وبعدين انت اتكلمتي ان المناخير لها لازمه والعين لها لازمه والطحال ليه لازمه والحاجات دي كلها. طب ما نجرب كده، ما كده كده طلب كده كده. طب ما نجرب كده نحط المناخير فوق ونحط عين تحت وعين فوق، ايه رايك؟ ونخلي البق في النص هنا كده، هتبقى حلوه الصوره دي. هو ربنا ما خلقكيش في احسن صوره يا بنتي، معلش. او نخليها بعين واحده زي الاعور الدجال، ما عين واحده كفايه بتشوف برضه. فوق يا جماعه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. المهم ان عائشه هنا بتسال الكوافير وبتقول لها بعد اذنك يا اخت النمص بكام؟ فين يا ابني البتاع الفيلم راح فين؟ فتيجي سالي وهي متضايقه بتقول لعائشه اوعي تكوني فاكره انك هترتاحي او هتحسي بسلام نفسي زي الابطال اللي في الروايات، اوعي تفتكري انك هتسعدي لما تنظري لوجهك في المرآه، انت غلطانه، مش هتقدري تبصي في المرايه اساسا. ايه ده؟ ايه ده لو خلعت عين وكتبت على وشها كافر وماشيه تفتن الناس مش هتقولي لها كده؟ في ايه؟ كل ده في موضوع جائز اصلا؟ يا جماعه ثواني بس عشان ما حدش ينيل الدنيا بكلامي. النمص غير جائز، لكن دي هي اللي فيها خلاف، وخلافها نتاجه انه جائز. انا بنقل كلام علماء. صباح الخير. سالي بتقول لها هتشوفي في المرايه اثار الضرب اللي هيضربه لك اخوكي لما يشوفك نمصتي حواجبك. ايه ده؟ ايه الاوبشن ده؟ هو انتوا ليه يا جماعه فاهمين ان الضرب حلال في الدين؟ لا ثواني معلقه بس، هي يوتيوب. شايف دي المفروض بتكون سواك خشب. ده الضرب اللي اتقال بين الزوج والزوجه، ده بين الزوج والزوجه لما الزوجه ما تسمعش كلام زوجها، انت فاهم؟ انما ده مش موجود، ده جريمه حبيبي، ده جريمه. فانا يعني خاصه لو كان الامر جائز اصلا. هو تقريبا متاثر بمسلسل لمحمد رمضان، شاف اخته بترقص جه قتلها، فهو المسلسل بس خد حيز في قلبه شويه. المهم ان الفيلم هنا بيخلص من غير ما عائشه تاخد اي قرار. والله يا عائشه لو ما كنتش لسه خدت قرار فهو لو بيشوه الخلقه فاشليه يا عائشه. وبالنسبه للراجل اللي قاعد يرزع ده حسبي الله ونعم الوكيل فيه، انا قصدي على المؤلف، حاجه في منتهى العبث. بالنسبه للممثله اللي كانت مقتنعه بالدور قوي وهي بتعمله، فيا رب دعوتي تكون من نصيبي. بنخلق في احسن صوره. حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ. طب يا جماعه اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير. سلام.